إلى كل محبي وعشيقي نادي الزمالك، أهلا وسهلا بحضراتكم على قناة الكرة المصرية والعالمية وأحدث أخبار نادي الزمالك النهاردة. وعن أول أخبارنا النهاردة عن عبد الحميد معالي، حيث اللاعب أكد أنه لن يتقدم بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك بالرغم من تأخر مستحقاته، وقال أنه بيقدر الوضع المالي اللي بيمر بيه النادي حاليا، وقال ان هو هيصبر زيه زي غيره من اللاعبين. وانا بعتبر ان ده موقف كبير قوي من اللاعب اللي بيقدر وبيحب نادي الزمالك فعلا من قلبه، واللي بيحب النادي بجد يعرف ان في ناس لسه بتضحي من اجله. لكن في المقابل بقى في ازمة تانية كبيرة، وشوف الفرق بين ده وبين ده. والازمة المرة دي مع اللاعب البولندي اللي انا ما بعرفش اقول اسمه، مش لاك ولا مش لاك ده. المهم ان اللاعب متمسك بموقفه ويرفض اي تسوية جزئية، ومتمسك جدا بحقه الكامل عبر الفيفا. والمبلغ المطلوب كبير، والمجلس حاول يقنعه ان يتنازل عنه شوية، لكن اللاعب رفض رفضا تاما باتا. ورا الفريق في الزمالك راجع النهاردة للتدريبات بعد راحة بسيطة تحضيرا لمواجهة ديكاداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية. المدير الفني بقيادة بريرا بيحضر أدواته وطلب تسجيلات حديثة لفريق ديكاداها لكي يعرف نقاط القوة والضعف ويعرف تحركاتهم. كمان في مفاضلة بين محمود بن تايك إذا غاب، والبديل له هيكون أحمد فتوح في الجبهة اليسرى للفريق. وفي النهاية زملكاوي، الأخبار دي بتأكد إن الزمالك عايش في أيام تقيلة بجد، ما بين مستحقات مالية متأخرة ومواجهات إفريقية وضغط إعلامي وجماهيري. والكيان العظيم ده والقلعة الكبيرة مستنية دعم كل واحد فينا، يعني لازم كلنا نقف ورا الفريق الكبير نادي الزمالك. ولو وصلت معي لحد هنا بقى أكيد أنت كده بطل، ومستني منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك الجميل بتاعك لكي يصلك كل جديد من قناة الكرة المصرية والعالمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحلى وأحب جمهور في الدنيا، جمهور الزمالك الكبير.